عايز اقول لكم ان ارتباط جمهور الاهلي باجاييه ارتباط عاطفي جدا. الجمهور كان بيعامله معامله خاصه لدرجه ان الناس وقت ازمه كورونا كانت متابعه حالته وهو حزين علشان بعيد عن عيلته، اكشنات ستايله، المسحه اللي كانت بتطلع عينه في كل مره، جريته بعد هدف قفشه وهو مصاب علشان يحتفل مع اللاعبين. حاجات خلت اجاييه يكون في مكانه تانية عند جمهور الاهلي. ما اعتقدش ان لاعب في الاهلي كان بيتفاعل مع الجمهور بشكل كوميدي زي اجاييه، وده هتشوفه مع كل بوست بينزله على صفحه النادي الاهلي الرسميه. انا فاكر هدفه في الاتحاد اول ما تعاقدنا معاه، وكنا متاكدين اننا على موعد مع لاعب محترف. الراجل ده كان متعهد مرمى الزمالك، اللي هو هتبدا القمه من هنا وهتلاقي اجاييه بيحتفل من هنا. باي وضعيه هيسجل لك هدف في المختلط. فيديوهاته مع سعد سمير ما اعتقدش في حد ممكن يزهق منها ولا يقدر ينساها. ما اعتقدش اصلا انك تلاقي حد مش بيحبه. بداية خروجه من الاهلي كانت صعب عليه لدرجة انه كان بيماطل كتير علشان ما يمشيش، وقعد فترة طويلة في مصر علشان يكمل في الاهلي لو حتى هيكون على قائمة الانتظار. بس في النهاية الرحيل كان حتمي. الجمهور كان متعاطف معاه جدا، ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي لسه الاهلاوية بيعشقوا النيجيري جونيور اجاييه التاسعة بتوقيت الاهلي، وباقدام اجاييه وهو بيحتفل بيها وهو مصاب. والله وحشتنا يا اجاييه، وحشنا احتفالك واهدافك، وانت من اللعيبه المميزين اللي جات النادي الاهلي. الله يسامحه موسيماني عشان حرمنا منك. عاش النادي الاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع النادي الاهلي لاخر نفس فيا. سلام عليكم.